السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللب من الحاجات الحلوة اللي بيحبوها الكبار والصغيرين، وعلشان تضمني نظافته ياريت تشتري اللب من المزارعين أو من البياعين اللي بيبيعوه في الأسواق. أول حاجة بتجيبيه تشطفيه، وبعد كده تهويه، وتبتدي تجيبي طاسة سخنة خالص تكون واسعة وتقيلة علشان تحمي اللب من الحرق. ونجيب شوية ملح على حسب الرغبة بتاعتك، عايزة تحطي ملح كتير ممكن أو ملح قليل على حسب رغبتك والحالة الصحية للي هياكل اللب. بعد كده بنجيب نص كوباية مية أو ربع، مش هتفرق، على حسب عايزة اللب ياخد فترة طويلة في التسوية ولا قليل. المية بتخلي اللب ينفش القشرة بتاعته وتبتدي تستوي على راحتها على النار. كيفية التسوية هي أهم خطوة في تحميص اللب، إن احنا بنجيب اللب نحطه على شعلة البوتاجاز، بتبقى زي الشمعة، منخفضة جدا، ونبتدي على نار هادية نساوي اللب. كل شوية بنقلب فيه من فوق ومن تحت ومن الجنب، كل جزء في اللب بنقلبه. وده فايدة الطاسة لما تكون تقيلة وواسعة، إنها بتساعد على التحميص الجيد للب. هنعرف استوى ازاي؟ كل فترة بنختبر اللب، ان احنا بنقزقزه ونشوف اللباية من جوه استوت، القشرة بتتقزقز كويس ولا لسه طرية. لما نتأكد انه اتحمص وبقى مية مية، بنبتدي نحوشه من على النار ونسيبه يتهوى. على فكرة اللب لو كلتيه تاني يوم احلى بكتير.